بيقولوا عليا في العيلة ان انا ملكة المحشي، ومن جمال المحشي بتاعي النهاردة جوزي بيقول لي هو انت حاطة فيه ايه؟ اصله مفيش حلاوة كده. فالنهاردة كده مع بعض، لو انت عندك بقى حتة لحمة في التلاجة اي قطعية، هنعمل لها خلطة النهاردة رهيبة حلوة قوي قوي. وهنعمل بقى حبة محشي كده مشكل زبدة، حاجة كده في قلبك. مفيش بقى احلى ولا اطعم من كده. نبدأ كده على طول، بس يا ريت قبل ما نبدأ نصلي كده على النبي في الكومنتات نكسب اجر انا وانتم. اول حاجة حطيت معلقة سمنة بلدي، وحطيت ورق لورا، وفصين حبهان، وفص مستكه لو متوفر عندك. وبدات اشوح اللحمه يدوب خدت لون خفيف، وضفت لها بصل وطماطم، وبخليها تغلي على النار. بتخلص من الريم الاول قبل ما اضيف اي بهارات. وانا بالنسبه للحمه ما بضيفش ليها اكتر من الفلفل الاسود. هسيبها تستوي بقى طبعا على نار هاديه. ونبدا بقى نعمل بقى خلطه المحشي بتاعتنا الجباره بتركات اول مره تشوفوها. اول حاجه حطيت سمنه بلدي على زيت، ولازم زيت يا جماعه عشان المحشي يبقى مفلفل معاكي. فرمت كده معايا حوالي 5 بصلات كبار. حطيت 3/4 الكمية، وخليت ربع الكمية على جنب. انا فرمه البصل معاه فلفل حامي، لو انت بتحبي الحامي تمام. بخلي البصل يوصل معايا للون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده، وبنزل عليه بمعلقه كبيره من السكر. ودي بتخلي طعم المحشي كده حاجه زي العسل زي كده. وعليهم بقى حبه خضره من خضره المحشي، ما تستغربوش الخطوه دي. شموا الريحه، احنا لسه ما ضفناش بهارات خالص، بس شموا الريحه بقى في المرحله دي. حاجه كده وهم بجد. كده خلاص شوحت الخضره مع البصل. بضيف كده معلقتين من الصلصه اللي مفرزاها في الفريزر، تمام. وابدا اقلبها، ولازم الصلصه تستوي معانا على النار الاول قبل ما نضيف عصير الطماطم. خطوه مهمه جدا في عصير الطماطم بضربها في الخلاط من غير ميه نهائي. زي ما انتم شايفين كده قوامها تقيل. وطبعا مش بنصفي الطماطم اللي احنا بنعملها للمحشي، وعايزه اقول لكم ان هي هتتسبك بسرعه جدا، لان مفيش فيها سوائل، فهتلاقي ما شاء الله بتتسبك معاكي بسرعه. ضفت معايا معلقه تاني من السكر، بس معلقه صغيره، ومعلقتين من الملح. وبعد كده هسيبها بقى تتسبك واوريكم شكلها. ده كده شكل الصلصه بتاعتنا. هتلاحظوا ان قوامها تقيل، وهتلاقي السمنه كده قدامك على الوش. كده اعرفي ان الصلصه بتاعتك اتسبكت معاكي تمام، وجاهزه معاكي على طول ان انت تشتغلي بيها. ركزوا بقى معايا في التركات اللي جايه دي، اللي هتفرق بقى في خلطه المحشي، وتخليه طعمه فعلا يفرق عن اي حد تاني. اول حاجه بنضيف البصله النيه، تمام. وبعد كده معلقه من الثوم المفروم. والبصله النيه دي بتدي تسكيره حلوه قوي قوي، غير البصله اللي احنا حمرناها في البدايه. كمان الثوم المفروم انا بحب اضيفه لاي خلطه محشي ما عدا الكرنب. محشي الكرنب بالنسبه لي بحسه اطعم كتير لما بيكون ببصل بس، وبعمله كده بكميه بصل كويسه. عايزه اقول لكم بقى في المرحله دي احنا لسه ما ضفناش بهارات، بس ريحه الخلطه رهيبه، حاجه كده معموله بمزاج. ريحه الثوم مفحفحه وحلوه قوي قوي. البهارات بتاعتنا بسيطه، بحط فلفل اسود، بحط كمون، الكزبره بحب ازودها شويه، وطبعا لو انت بتحب الشطه هتزودي شطه، وبحط طبعا برضو معايا بابريكا. بنقلب بقى الخلطه بتاعتنا، وفي المرحله دي طبعا بندوق. لو احنا عايزين نزود بقى ملح تاني، عايزين نزود بهارات تاني، دي حاجه ترجع لكم براحتكم خالص. كده التسبيكه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. في المرحله دي غسلت بقى الرز المصري بتاعنا، وصفيته كويس جدا من ميته، وهبدا بقى ازود الرز. هتلاحظوا هنا ان انا زودت ملح، حسيت ان هي محتاجه ملح شويه، عشان كده بقول لكم ندوق في المرحله دي. هنقلب بقى الرز بتاعنا، بديله تقليبه على النار بس اقل من دقيقه، يعني ما بسيبوش كتير بحيث يشرب بس معايا الصلصه. وبعد كده بنبدا نحط له الخضره، وكده خلطه المحشي بتكون جاهزه معانا تمام. بعد ما بحط لها الخضره ببدا احطها في طبق كبير، بحيث ان هي تبرد معايا، وابدا اجهز بقى المحشي بتاعي. انا بالنسبه لي هعمل النهارده معاكم ورق عنب. وورق العنب انا خزنته معاكم السنه اللي فاتت، هطلع لكم بتاع السنه اللي فاتت مش بتاع السنه دي. حلو قوي قوي اللي انا بخزنه في ورق الزبده، اللي متابعني عارف الطريقه دي. وهجهز كده برضو معايا كوسه، ومعايا فلفل، ومعايا بتنجان. كده خلاص الخلطه بتاعتنا جاهزه، انا بوريكم شكلها، حطيتها في طبق كبير عشان تبرد. وهجهز دلوقتي ورق العنب، بطلعه اهو من ورق الزبده، وزي ما قلت لكم ده يا جماعه بتاع السنه اللي فاتت. شايفين ما شاء الله الورقه سليمه، ولا مكسره، ولا الطرف بتاعها مكسر، ولا اي حاجه. والناس اللي بتشتكي من تخزين ورق العنب وانه بيتكسر معاه في الفريزر، عايزه اقول لكم ان الخضره او ورق العنب بحطها في درج لوحده، عشان ما احطش عليها حاجه تقيله فتكسرها معايا. بطلعه زي ما هو كده من الفريزر، احطه في الميه المغليه، وبطلعه على ميه ساقعه او ميه بارده من الحنفيه. وده كده شكله الله اكبر، الورق كانه طازه. اعتقد مفيش احلى من كده، دي احسن طريقه بجد تخزني بيها ورق العنب، واللي ما شافش الطريقه يقدر يشوفها على فيديوهات الصفحه. بعد كده طبعا جهزت البتنجان بتاعي، قورته غسلته كويس جدا، وبرده جهزت معايا الكوسه والفلفل. قبل بقى ما نحشي هبدا كده جهز للحمه خلطه حلوه قوي قوي. وزي ما قلت لكم في البدايه، اي قطعيه لحمه تنفع، وهتخليها طعمها زي العسل. اول حاجه ببدا اجيب معايا كده كبه، احط فيها بصلايه مقطعه زي ما انتم شايفين كده، 3 فصوص من الثوم، وحبه طماطم مقطعه شرايح بالشكل ده. وبالنسبه للبهارات هنبدا نضيف معانا كده فلفل اسود، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، معلقه صغيره من البابريكا، رشه كده من جوز الطيب، ونص معلقه من الزنجبيل البودر، وربع معلقه من بهارات اللحمه، ومعلقه من الخل.
وهبدأ بقى اضرب الكلام ده كله في الكبة. وهنجهز دلوقتي كده مع بعض طاسة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي، وضفت اللحمة عليها بعد ما استوت 3/4 تسوية، وطبعا ضفت الملح قبل ما اطلعها من الشوربة. وبعد كده بضيف الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض، وبشوح اللحمة في الخلطة دي بحيث ان هي تتشربها تماما، وبتنقل طعم اللحمة نقلة تانية خالص. صراحة بتديلها طعم حلو قوي قوي، حتى لو مش هتعمليها مع محشي. لو عندك لحمة مسلوقة وعايزة تغيري طعمها او تديلها طعم الشوي، جربي الطريقة دي هتعجبك قوي قوي، طعمها بجد حلو جدا. هنبدأ نرص اللحمة بتاعتنا في الحلة اللي احنا هنعمل فيها ورق العنب، وطبعا بنلف ورق العنب على الناحية الخشنة. وبعد ما بخلص كمية ورق العنب بتاعتي ببدأ ارصها فوق اللحمة على طول، بحيث اغطي اللحمة معايا خالص. واوريكم دلوقتي شكلها كده. خلاص هبدأ بقى ارص ورق العنب بالشكل ده، واوريكم شكله بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها. وسريعا كده لو انتي مبتدئة اوريك انا بحشي الكوسة والبتنجان ازاي. طبعا يا جماعة احنا بنحشي عادي جدا، بنبدأ نحط الرز وبنسيب عقلة صباع عشان الرز لما يستوي معانا، سواء البتنجان سواء الكوسة سواء الفلفل. يعني ما بتملهوش للاخر عشان لما الرز يستوي يا دوب يملى معاك الصابع. وبعد كده بنبدأ بقى نرصه في الحلة. انا بالنسبة لي البتنجان والكوسة لازم اوقفهم، بخلي الحلة كده بميل، يعني بسندها كده على حاجة، وببدأ ارص البتنجان والكوسة والفلفل. الخطوة دي بصراحة انا ما صورتهاش، كنت ناوي اصور لكم وانا بحطه ازاي، بس للاسف الواحد بقى هو شغال اوقات بينسى حاجات كده، فالخطوة دي انا صراحة ما صورتهاش معاكم. هجهز بقى دلوقتي كده الشوربة بتاعتي، طبعا لازم تكون بتغلي معايا على النار. خلصت ورق العنب، هنبدأ نضيف له الشوربة المغلية. ورق العنب بياخد شوربة زيادة شوية، فانت بتغطي ورق العنب بنص عقلة صباع. وبعد كده برفعه على النار، اول ما يبدأ يغلي ببدأ اهدي النار واسيبه يستوي براحته خالص. الخطوة اللي انتوا شايفينها دي مهمة جدا، لازم ارج الحلة كده معايا علشان الشوربة توصل للمحشي كله، عشان في ناس دايما بتشتكي ان مثلا في صابع مستوي وصابع لا. طبعا زي ما قلت لكم هرفعه على النار، ودلوقتي ببدأ بقى احط الشوربة للبتنجان والكوسة والفلفل. طبعا الشوربة زي ما انتوا شايفين كده بتغلي، انا بحب احطها في دورق علشان وانا بصب كده الشوربة، كل واحدة من المحشي كده ببدأ أصب فيها حبة من الشوربة، وبعد كده الشوربة نفسها بتكون في نص الحلة. يعني مثلا الكوسة في نصها كده بالظبط، البتنجان في نصها كده بالظبط، وكده خلاص يبقى الكمية بتاعتك مظبوطة جدا. زي ما انتم شايفين كده أنا بشرب الكمية كلها الأول من فوق، وبعد كده بزود كده من على الجنب لحد نص الحلة. وببدأ برضه أرفعه على النار، أول ما يبدأ يغلي بنهدي النار، أول ما يستوي هوريكم شكله عامل ازاي. هنا بقى الريحة خطيرة حلوة قوي قوي، لازم تجربوا المحشي على طريقتي والله العظيم هتدعوا لي. بعد ما استوى معايا بعمل الخطوة دي، لو انتوا حابين تعملوها صراحة بتفرق جدا في الطعم. بحطه في صينية كده كبيرة، واوزعه كده معايا في الصينية، واحط كده عليه معلقتين 3 كده بقى من السمنة البلدي، ودخليه تحت الشواية. زبدة يا جماعة، انتوا بتاكلوا زبدة، طعمه حلو قوي قوي. معلقة السمنة البلدي دي بتديله كده طعم خرافي حلو جدا فوق ما تتخيلوا. حلت بقى ورق العنب استوت معانا، قلبتها بقى كده على صينية التقديم. انا بحط كله كده في صينية واحدة، ورصيت بقى المحشي طبعا بعد ما حمرته كده معايا في الفرن. وده كده شكل البتنجان، عايزه اوريكم ان هو زبده مفلفل من جوه، طعمه حلو جدا. ويا سلام بقى على شويه الصوص اللي موجودين في الصينيه دي، لما تحط كده فيهم المحشي او تاخدي منهم كده وترشي على المحشي، طعمهم حلو قوي قوي. جربوا المحشي بطريقتي وادعوا لي. اتمنى تشيروا الفيديو ده.